الناس اللي بتحب الجيرسي او البوانتي تجمع كلها عندي. هعملها لكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه وتتحضر معاكي في اقل من دقيقه، او بجد هتتحضر في اقل من دقيقه. بصوا العظمه دي كلها ما خدتش مني اي حاجه خالص، مكونات في البيت سهله بسيطه عملتها بايدي. بفتخر طبعا لما بعمل اي حاجه كده حلوه بتطلع ناجحه، بجد ناجحه مية مية. وعايزه اقول لكم طعمها عظمه وانا من عشاقها. يلا بينا نشوف الوصفة ونشوف الطريقة، سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة خالص. أول حاجة عندي شوكولاتة هنا، أي شوكولاتة حليب، شوكولاتة خام، دارك، أي شوكولاتة موجودة عندي. هاخدها كده أبشرها وهخليها على جنب، أحطها بقى في الميكروويف يعني أسيحها على بخار مية حسب ما انتي هتسيحيها سيحي. عندي هنا كوباية من جوز الهند، عندي حليب مكثف كنت منزلة الوصفة بتاعته سهلة وبسيطة جدا. هنزل بقى هنا حبة حبة كده على الجوز هند، يعني هنزل يعني حبة حبة بالحليب المكثف لحد لما تمسك معايا بالطريقة دي. عايزاها تمسك وما تلزقش في ايدي، اول لما هي ما تلزقش في ايدي يبقى كده هتطلع معايا تمام وكويسة، مش هزود لها حليب مكثف تاني. هعمل بقى الشكل ده كده نفس الشكل بتاع البوانتي او الجيرسي بالظبط. عايزة تشكليها اي شكل بس انا عملت الشكل بتاع الجيرسي بالظبط. هبتدي بقى ان انا احضرها كلها كده، وهاخدها كلها واحطها في الطبق وادخلها برضو اشمعها تاني في التلاجة. عايزاها تمسك نفسها، مش هحطها في الفريزر، لا هحطها في التلاجة تتشمع معايا وتمسك نفسها، عشان لما اجي احطها في الشوكولاتة تبقى جاهزة معايا ماسكة نفسها ما تتكسرش. انا بقى هنا سيحت الشوكولاتة بتاعتي وجبت كيس تلاجة. هنزل كده بقى بالجيرسي او البوانتي بتاعتي دي، وانزل بقى كده بالشوكولاتة اغرقها كلها شوكولاتة. وفي كيس التلاجة هنا هنزل كده بالشوكة انزلها بالراحة. بصوا واحدة ورا التانية، مش هتاخد مني وقت خالص، سهلة وبسيطة ما خدتش مني أي حاجة خالص. مكون واحد اللي هو الجوز الهند الأساسي عندنا بيبقى موجود في كل بيت، سهلة وبسيطة. كوباية واحدة عملت لي الكمية دي كلها. على فكرة الحلويات دي بتنفع يعني في تحضيرات رمضان، احنا كل يوم بيبقى عندنا عزومات، بيبقى عندنا ضيوف. أنا بقى هنا خلصتها كلها وهي مع الساعة جمدت بسرعة، بس أنا حبيت إن أنا أعمل لها العلامة على الخطوط بتاعتها دي زي الجاهزة بالظبط، بس كانت معظم الشوكولاتة بتاعتي جاهزت. فأنا عملت في اللي هي الشوكولاتة اللي إيه، اللي لسه كانت طرية، يعني قلت اديها نفس الشكل. بصوا الجمال. هنا بقى بنضف منها كده الشوكولاته اللي في الجوانب، وابتدي بقى كده ايه اخدها اشيلها. عندك علبه شيك ممكن يعني توديها هديه لاي حد. بصوا يا جماعه شكلها طعمها كل حاجه كده شكلها بجد يفرح. انا من عشاقها. كل دوت بكوبايه جوز هند واحده عملت العظمه دي كلها. بصوا افتحها لكم ونشوف من جوه العظمه. عايزه اقول لكم بقى يعني طعمها فوق الروعه بجد والله العظيم، تستاهل اللي انتوا تجربوها. تنفع معاكي تاخديها هديه لاي حد، تنفع في حلويات رمضان. يا رب الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم